حتى الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم حيطة عجيبة في هذا الأمر، تشاهدونها وتقرؤونها في قصصهم وأخبارهم في كتب السير. يعني خذ على سبيل المثال قصة عمر بن الخطاب المشهورة، وقد ساقها بسند صحيح محمد بن إسحاق في كتابه السيرة والمغازي عن أبي العالية قال: لما فتح عمر تستر ووجدوا في بيت مال الهرمزان رجلا على سرير ميت، ويقال أن له 300 سنة وما تغير، ما تغير من تلك المدة، وهو باقي على هيئته ما تغير، وعند رأسه مصحف بلغتهم. فأرسل إلى عمر وطلب أبي وترجم المصحف. يقول: فماذا قرأت؟ يقول أبو العالية: قرأت فيه سيركم وأخباركم والأمور الآتية فيما بعد، يعني مثل الجنة والنار إلى آخره، عند رأس هذا الرجل. قال: ماذا كانوا يصنعون به؟ قال: كان إذا حبس المطر، وانظر الفتنة، كان إذا حبس المطر أبرزوا سريره فسقوا، أبرزوا سريره فسقوا. فماذا صنع عمر والصحابة بسريره؟ وماذا صنعوا بهذا الرجل؟ يقول ابن القيم قبل أن أتم لكم القصة، يقول ابن القيم: هذا لو وجد أهل الضلال لتجالدوا عليه بالسيوف حتى يبنون عليه الأضرحة والقباب وإلى آخره. يقول: لو وجدوا مثل هذا لتجالدوا عليه بالسيوف، كل يريد أن يقيم عليها. فماذا صنعوا؟ يقول أبو العالية: فجئنا بالليل وحفرنا 13 قبرا متباعدة، حفروا 13 قبر متباعدة، ثم جاءوا في الليل المظلم ودفنوه في واحد منها، ودفنوا هذه القبور وسووها، ودفنوا هذه القبور وسووها حتى لا يعرف وين مكانه. هذه سيرة الصحابة، هذه سيرة، مع أنه انظر الفتنة التي كانت موجودة، كان إذا أبرز قبره أمطروا، وهذا فتنة. وهذا أيضا فيه فائدة أن بعض الناس يبني هذا الضلال على التجارب. يقول: جربنا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني وشوفي مثلا، أو مثلا فلان امرأة طلبت الزوج ومثلا أنجبت. هذه فتنة ليست دليلا على صحة العمل، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. فانظر هذا الافتتان الذي كان، وانظر سيرة الصحابة، جاءوا وحفروا 13 قبرا. واقرأوا هذه القصة في سيرة ابن إسحاق، وابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية يقول: إسناد القصة صحيح إلى أبي العالية. فقيل لأبي العالية: من هذا؟ قيل أنه دانيال، ويقال أنه نبي، ويقال أنه رجل صالح من الصالحين. لكن انظر هذه الفتنة، وانظر سيرة الصحابة المباركة في مثل هذا الأمر. قارن هذه السيرة المباركة بما يصنع الناس، وكيف أنهم يعظمون القبور تعظيما يفضي إلى الباطل. وهنا لو سألنا سؤالا أظن جوابه واضح: لماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم هذه الطريقة؟ حفروا في 13 قبرا ودفنوه في الليل وسووا هذه القبور حتى لا يعرف عين القبر، حسما لمادة إيش؟ الفتنة والشرك، حسما لمادة الفتنة والشرك. عمر بن الخطاب كانوا في سفر، فوجد أناسا يلفون إلى مكان ويصلون فيه، فسأل عن ذلك، قال: إن الشجرة التي بايع تحتها، أو قيل أن مسجد كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بإزالته وقطع الشجرة حسما للفتنة. فهذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مثل هذه الأمور. أما سيرة من بعدهم فقد دخلوا في أنواع من الضلال سببها تعظيم الصالحين، التعظيم الغير مشروع، التعظيم الغير مشروع الذي يؤدي إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى.